السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مباراة كبيرة لعبها النادي الأهلي وفريق شباب بلوزداد الجزائري النهاردة في استاد 5 جويلية في الجزائر، انتهت بفوز شباب بلوزداد بهدف خاطف بعد الدقيقة 90 يستحق الفريق الجزائري. مباراة كانت مصيرية بالنسبة للفريق الجزائري لأكتر من سبب، منها رد الاعتبار بعد فوز النادي الأهلي في مباراة القاهرة بنتيجة كبيرة 6-1، كمان الموقف الصعب للفريق شباب بلوزداد في مجموعته في دور ال 16 في دوري أبطال أفريقيا. الفوز بس هو اللي حافظ على حظوظ شباب بلوزداد في الصعود من المجموعة كأول أو تاني حسب نتائجه في المباريات المتبقية. شهدت مباراة شباب بلوزداد والنادي الأهلي النهاردة في الجزائر روح رياضية كبيرة من فريق شباب بلوزداد داخل الملعب من الجماهير الجزائرية. أكتر من لقطة أكدت إن الفريق الجزائري حماسه ما كانش سبب إنه يلعب مباراة عنيفة تؤدي لإيذاء لعيبة الأهلي أو يدخل بعنف عليهم، بالعكس كان في روح رياضية كبيرة من الفريقين ظاهرة في لعيبة شباب بلوزداد. لما كانت بتقع كانت لعيبة النادي الأهلي هي أول من يجري عليهم ويقومهم، والعكس ما كانش في أي خروج عن النص النهارده من الجمهور، لا بالتشجيع ولا بحذف ادوات للملعب ولا اي شيء. مباراه رياضيه كبيره قدمها الفريق الجزائري والجمهور الجزائري النهارده. كمان كان تعليق الاعلامي الكبير والمعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي وشكره في اسم الاهلي ومكانته الافريقيه دليل على ان الفريق الجزائري كان بيلعب مباراه رياضيه بامتياز النهارده، روح رياضيه كبيره. تصريح عبد الرؤوف بن غيث خط وسط فريق شباب بلوزداد عن النادي الاهلي وانه فريق كبير وانه فريق اللعب قدامه مش سهل، يؤكد ان الفريق الجزائري النهارده كسب بالروح الرياضيه، كسب بالاخلاق الرياضيه العاليه قبل ما يكسب داخل الملعب ويكسب باداء مستحق. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.